التفتيح ممكن يزود التصبغات لو استخدمتيه غلط. في ناس كتير بتستخدم كريمات التفتيح والتصبغات بتزيد معاها بدل ما تقل. تعالى اقول لكم ليه بيحصل كده علشان تمنعوه. لما بيحصل كده مش كله بسببك ومش كله بسبب بشرتك، ده عبارة عن روتين كامل غلط. اول غلطه ودي منك، بتستخدمي منتجات زي الاكريسين او التقشير الكيميائي او الليزر او حتى التقشير الفيزيائي. المنتجات دي لما بتستخدميها غلط بتعمل التهابات، فبتحفز الجلد انها تكون صبغه جديده بلون بني. عشان كده هتلاقي التصبغات بتزيد بدل ما بتقل. حلها لما تستخدمي تقشير او اي حاجه ممكن تلهب البشره لازم تخلي بالك كويس جدا من الاستخدام ويبقى بالتدريج. تاني حاجة ودي صدمة، اما بتستخدمي التقشير او الريتينويد عشان تعالجيها خلايا الجلد بتتجدد. هتلاقي ان خلايا الجلد البنية اللي موجودة تحت هتبدأ تظهر اكتر على السطح، عشان خلايا الجلد الجديدة اللي بلون الجلد الطبيعي تبدأ تاخد مكانها، فهتحسي ان التصبغات زادت بدل ما تقل. حلها هو الصبر، لازم تستني اقل حاجة 3 شهور وهتلاقي النتيجة. ولو ما حصلش تحسن يبقى كان سببها اول غلطة قلناها في الفيديو. تالت غلطة وعشان الشمس ممكن تكون سبب اصلا في التصبغات، خصوصا لما بتستخدميش السان سكرين. حتى لو مش بتعالجي التصبغات دلوقتي، اصلا التعرض للشمس بيزودها وبيخليها تتقل في الجلد. حلها بقى سواء بتعالجي التصبغات او لا، لازم تستخدمي السان سكرين عشان الشمس بتعمل التهابات فتحفز الجلد انها تكون صبغة جديدة، ونفضل نلف في نفس الدايرة، فاللي عالجتيه من هنا هيرجع وهيتدمر تاني من الناحية التانية. رابع حاجة ودي مش بسببك خالص، في أدوية احنا بناخدها زي مضادات الملاريا والتشنجات أو المضادات الحيوية بتبقى سببها. كل الأدوية دي بقى بتحفز الجلد إنها تكون الصبغة البني، والنوع ده من التصبغات بيبقى سهل جدا في تشخيصه عشان احنا بنبقى عارفين الأدوية اللي بناخدها. حلها النوع ده بيروح على طول أول ما بتوقفي الدواء اللي بيعملها، بس ده مش معناه إنك لازم توقفي دواء مهم جدا لصحتك. ممكن طبعا نعالجها مع الدواء، بس نبقى عارفين إنها ممكن ترجع تاني. لو التصبغات زادت معاكي وشكيتي في واحدة من الأربع غلطات دي، اكتبيلي في الكومنت وقوليلي بتستخدمي ايه بالظبط. وما تنسيش السبسكرايب وتفعلي الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. اشوفكم الفيديو الجاي.